اللهم في أول ليلة وفي أول يوم من رمضان اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم وسع أرزاقنا وعاف أبداننا وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا واحفظ لنا أبناءنا واجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا يا رب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحبا، أنا اسمي سارة. الحين نساعد ماما بالجيلي والكريمان بالكستر عشان هذا رمضان بكرة، عشان ماما ماما رمضان مو بكرة، رمضان اليوم. رمضان اليوم. أيه. عشان الناس ياخذون كل واحد جيلي، حنا كمان أنا أوزع الجيلي ياخذونه وياكلونه. يلا ماما نبدأ أول شيء عشان وصباح نبدأ أول شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مساء الخير أو صباح الخير، الوقت اللي تشوفوني فيه. حياكم الله معاي فيديو جديد ويوم جديد. اليوم أول أيام رمضان. ماما نعم. اللي ضد بالمكة، ترى ضد بالمكة. تعلمكم أن أمي مسافرة مكة. أسأل الله لي ولكم في هذه الأيام الفضيلة عمل مقبول وذنب مغفور. الله يا رب يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. الله يا رب ينصر أخواننا في غزة وينصرهم على من عداهم ويوحد كلمتهم ويطعم جائعهم ويجبر خواطرهم ويغني فقراءهم ويشبع أطفالهم يا رب يا كريم. قولوا آمين يا بنات. الحين أنا وسارونا نبغى نسوي معاكم الفطور. أول حاجة راح أبدأ فيها نسوي جيلي والكريمان والكستر. نسوي جيلي أول شيء. إيه ماما أنا أعبي. أنت تعبين؟ إيه تعبين ولا توزعين الصحون؟ أعبي. ما تبغين توزعين الصحون، تبغين أنت تحطين هنا؟ تعرفين؟ يلا وبعدين أوزع الصحون. بعدين توزعين الصحون. إيه أعرف كل شيء أنا بالطبخ. واو يلا حطيها أبي ماما. كله. إيه حبيبتي كلها. يا الله واو، شطورة. ريحته فراولة. ريحته فراولة. واو بينك ولونه إيش سارونا؟ وبينك. يلا حطيها هنا ماما. هنا أيوة. استني حبيبتي باقي شوية هنا بنتي. ريحته فراولة حلوة. الله يا حلوة الريحة. ريحته فراولة، يكون جيلي مرة حلو. ريحته فراولة يصير مندي بينك ولا أحمر. يلا حطي شوف. واحدة. واو يا سارونا شطورة. الحين نعبي المية بالكوب نحطه هنا. مسكي الكوب ماما. اوكي. مسكي بيدك الثنتين. ايه. اوكي. يلا حطي بنتي. ابي كله. كله ماما. ايه كلها ماما. يلا حبيبتي. واو لونها احمر صار. هذه ماما حبيبتي. صار وش لونه؟ احمر. احمر. ايه. يلا كبيه. واو لونها احمر مرة. يلا خلطيه بهذه عاد. اوكي هاتي. تحت ماما نزلي لك تحت شوي كذا عشان يختلط. انا يلا حبيبتي. الحين راح نوزع الصحون ونوزع الجيلي. اوكي. جنب هذا جنبه اللي هنا، هذا جنبه هنا. هنا فوق. هنا. ايوه. هذا جنبه هنا. هذا جنبه هنا.
ايوه أيوة. شكرا يا ساره. عفوا. الحين ماما نوزع الجلي بس. إيه، زين أنا- خلاص ماما هاتي تحطوا ماما على النار. خلاص الله خلطته زين سارونه، يهب الخلط هذا. كل شيء. طبعا الجلي يا بنات يعني ما يبغى له جهد. جلي عليه 420 ملي مي، ماي. تحطونهم فوق بعض لين الجلي يذوب وبعدين خلاص توزعونه. يلا يلا نصب. معاي ساعديني امسكي. أوكي. الله شلونه سارونه؟ أحمر. لونه احمر صح؟ إيه زي النار. الله يجيرنا من النار، قولي امين. آمين. واو لونه أحمر. هيدا شوي. خلص. الحين ابغى اسوي معاكم انا وسارونه كستر. ايوه خلاص. هذا لبن. هذا حليب ماما. هذا حليب نصبه هنا وهذا نصبه هنا. كاتبين يا بنات طريقة التحضير، تحطون نص لتر من الحليب، تحطون عليه السكر وبعدين ملعقتين كبيرة من الكستر، وإذا حابين تضيفون ريحة الموز. ريحته موز. اي ماما هاتي ماما اصب الحليب عشان تحطينه بس. ايه انا كمان اصب الحليب هنا. حاضر حاضر. متحمسة كثير بالطبخ. انا احب اساعد ماما الطبخ والتنظيف في البيت وكل شيء. يلا ماما يلا حطي. هاتي كله. اي بسم الله. بسم الله. واو واو. يلا ماما هذا ماما مرة حلو الطبخ. مرة حلو. بسم الله بسم الله يا حبيبي. يلا حبيبتي احطي حلو هذا. طبخ مرة حلو طبخ. يلا. آه. الله يحبك يا سارونة. لبن. حليب ماما. حليب. الحين نحط الحليب. ايوه انا احب الحليب هذا طبعا. احبه تمام. هذا تحبينه الحليب. شوية ماما. الحين هذا ايش؟ يلا ماما حطيها. يلا خلاص. ايه بعدين انا هذه بعد ماما. واحد. يلا ايوه قلبي ايدك ماما عشان ما يطش برا. زين. طيب قربت ايدي. يلا 3. واو. بعد واحدة حبيبتي. اوكي. ريحته مرة جنن ماما. مرة يجنن. يلا حطيها قولي بسم الله. بسم الله. بقى السكر بس، خلونا نحط السكر. تحطين السكر سارونة. ايه. يلا حبيبتي السكر يا بنات حسب الرغبة. أنا عادة أنا مسوية هنا مقدارين. تمام. الحين نحط السكر. عادة لكل مقدار يعني لكل مقدار كستر أنا أحط يا بنات فنجان سكر. يلا سارونة. أعطيني عشان أحط أنا. يلا واحدة. واو. شطورة سارونة. أيوة. يلا ماما وهذه بعد أوكي أعطيني واحدة. حطيها هنا بنتي. خلاص. إيه خلاص. يلا حركي سارونة. نطبخ هذا نخلطه شوي. نخلطه كذا عارفين كذا. واو نايس. ماما هذا ايش؟ حليب. تسبينه. شربين حليب. انا اشرب حليب. ماما ساب عليه حليب. شكرا. لا هذا حليب إلسا. حلو. شوي ماما عشان ما يطش برا.
شفتوا؟ اشرب انا حليب. ويلا كذا أبدأ على بركة الله أوزع الكسترد بالصحون. جبت الصحون القزاز كذا، طبعا يا بنات طلعوا معي 4 صحون ونص. صحون ما شاء الله كبيرة، بس سبحان الله العظيم ماني عارفة، نفس ما عادت زي أول الأكل، ما أدري يعني ما نأكل إلا صحن جلي واحد بس. أنا سويت هذا الكمية على يومين، اليوم وبكرة. أنا كذا عادتي أسوي الكمية على يومين، وغالبا ما أسوي الصنفين مع بعض، يعني يا جلي يا كريم كراميل يا كستر يا مهلبية يا زي كذا يعني. المهم سويتهم كذا وحطيتهم، قلت عشان اللي يبغى ياكل علشان أول يوم. الحين تعالوا معاي خلوني أسوي معاكم شوربة الشوفان. كانت النية إني أسوي شوربة جريش، بس والله يا بنات مالي مروة يعني مالي خلق. بس صار شيء الحين، شوفوا تندمت، قلت يا ليتني حاطة جريش. طبعا أنا دخلت المطبخ هنا تقريبا الساعة 4. عفوا الكستر والجلي لا سويتهم تقريبا من الساعة 12. بس الشوربة تأخرت لما دخلت عليها، كان عندي صفة غسيل، خلصت صفة الغسيل كذا ودخلت يا بنات للمطبخ وتأخرت بالشوربة، وما كنت منتبهة نوعا ما للوقت. خلاص قطعت اللحمة وقلت على أساس إني أبغى أريد يعني أطبخ الشوربة، يمدي اللحمة تنطبخ، فما انتبهت للوقت. الحين تشوفون وش يصير معي. قطعت اللحمة خلاص، أخذ البصل لون هنا، أنا أحب أحمص البصل زين تمام. شوفوا أخذ لون ذهبي كذا، حطيته بالزيت شوي، زيت عادي يا بنات. واحدة طلبتني اليوم بالتعليقات، بنوتة مرة أحبها، وقالت لي يا أم سارة سوي لنا شوربة بس بدون لحم، سوي الطريقة هذه بدون لحم وبإذن الله تعالى تدعي لي. خلاص حمست البصل كذا زين بالزيت، وبديت كذا أقلب اللحم. فيك تحطين دجاج إذا أنت حابة، بس أنا علشان أول يوم وكذا فغالبا أنا عندي أبو سارة لو السفرة عليها شوربة بس يقول لي خلاص كفاية نعمة. زوجي مو من النوع المتطلب بالطبخات نهائيا. شفتوا النظام القديم اللي هي شوربة سمبوس الأشياء هذه بالضبط. خلاص المهم حركت كذا الشوربة عفوا اللحمة مع البصل، والحين أبغى أحط شوية فلفل أسود تمام. طبعا أنا الشوربة بسويها على يومين، وعندي أبو سارة لما يجي من صلاة التراويح يشرب صحن، يعني على الفطور يشرب صحن، وعلى صلاة التراويح يشرب صحن، بس السحور ما ياخذ منها. ثاني يوم على الفطور، وكمان الساعة 10 كذا وخلاص. يعني أنا سويت ما يقارب 6 بوادي أو 6 زبادي شوربة، الحمد لله نعمة يعني. الحين أحط حبتين لومي طبعا مفتوحات، فتحتهم من الجهتين علشان المي يدخل من بينهم ياخذ نكهتهم. كمان راح أحط نص مكعب ونص من مرقة الدجاج، هذا مش ماجي يا بنات، هذا إسناد. خلاص كذا حركته كذا زي ما تشوفون كله مع بعض. أنا ما أحب أحط الملح هنا لأن الملح يقسي اللحم يا بنات، يخلي اللحم قاسي تمام. فأبدأ كذا أحرك كل المكونات مع بعض. واليوم راح أجرب معاكم بهارات تجنن، والله تجنن بدون أي مبالغة. شوفوا التفريزات كيف فادتني، البصل كان مفرزن والبندورة متسبكة ومتفرزنة ويا سلام. أبدأ كذا أقلبهم كلهم مع بعض لين البندورة تذوب. أنا الشوربة هذه ما أحب أحط فيها صلصة، إذا كانت بندورتك مية مرة حمراء عادي حطي صلصة، بس أنا ما شاء الله عشان تسبيكتها حلوة فما يحتاج. الحين بحط مية، بزود المية اللي تكفيني للشوفان، والمية اللي تكفيني لاستواء اللحم، وأخليها على النار. طبعا الوقت ما أسعفني واضطريت إني أنقلها لقدر الضغط، خفت إنها ما تستوي لأنه ما كان باقي شيء على الصلاة، وبالفعل يا بنات نقلتها. الحين شوف الشوربة ورا، تعالوا خلوني أوريكم البهارات اللي أبغى أستخدمها للشوربة اليوم معاي بهارات ومعاي قهوة. شوفوا خلوا البهارات على جنب مخلصين منها. قهوتها تبارك الرحمن للراس، اللي تبي تاخذ منها للعيد. وتعرفني لما أمدح شيء وأقول لكم خذوه، قهوتها يا بنات للراس صراحة. عشان أكون صادقة معاكم، أول ما وصلني المنتج قلت منتج تقليدي عادي مكرر، لكن النكهة ما شاء الله تبارك الرحمن عجيبة عجيبة عجيبة. الله يا رب يبارك لك في رزقك. أول حاجة التغليف ما شاء الله تبارك الرحمن حيل حلو وأنيق. زي ما قلت لكم أول ما وصلني قلت عادي منتج مكرر، لكن من جد فنانة، البنية فنانة. أتوقع والعلم عند الله ما أحط في ذمتي يعني أني مسوية المنتجات مرة كبيرة في السن، لأن الإبداع هذا يحتاج خبرة.
والله يا بنات أقول لكم إياها، الإبداع اللي داخل الكيس يحتاج خبرة سنين، يعني ما تجي كذا من بيوم وليلة. هذه البهارات وهذا القهوة كانت مرسلت لي الظاهر ربع كيلو ربع كيلو. بجرب معاكم البهارات وراح أجرب معاكم القهوة. كانت أول مرة أجربها وكنت حالفة في خاطري إذا المنتج ما أعجبني والله قلت ما راح أذكر اسم المتجر وراح أمررها عادي، لأني ما أحب أمدح شيء ويطلع الشيء مو قد المدح. لكن شيء خرافي القهوة، بس خذيها عشان أكون صادقة معاكم. حسيت إنه لازم أحط بالزمزمية زعفران. الحين أوريكم. طبعا أنا حاطة عندي لتر مي هنا، حطيت عليه ملعقة ونص قهوة. شوفوا اللون ما شاء الله، والطحنة ما شاء الله تبارك الرحمن فنانة. اللي تبي تاخذ قهوة لرمضان، تبي تاخذ قهوة للعيد، لا تتعدين. شغلها ما شاء الله تبارك الرحمن عجيب عجيب يا بنات، على ضمانة أم سارة، بتدعوا لي ما شاء الله شغلها يا بنات فنان. يلا الحين نبدأ ناخذ من القهوة ونحط. شوفوا حتى التغليفها أنيق، كل حاجة أنيقة. بس قلت لكم الخبرة اللي بالقهوة ما هي خبرة يوم ولا يومين، هذه خبرة سنين، وغالبا تكون مرة كبيرة بالسن اللي مصلحتهم، ما أدري صراحة. بس ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني خصوصا البهارات لما فكيتها فاحت ريحتها، انتشرت ريحتها. حطيت منها على الشوربة، فيكم تحطون، ما هي بهارات مشكلة، حطي عليها على انت اللي انت حابه، وعلى انها شوربة. وبالعادة الشوربة انا ما احب اخبص بالبهارات فيها، بس قلت بجربها عشان اشوف هي قد المدح ولا لا. وما شاء الله تبارك الرحمن فنانة. طبعا القهوة حسيت انه يبغى لها شوية لون، تمام، فحطيت انا بالزمزمية عشان اكون صادقة معاكم زعفران. اللي تحبها باللون هذا الأشقر بكيفها، بس أنا أحب يكون الشقار واضح. فحطيت يا بنات معاها شوية زعفران زي ما الحين تشوفون بالزمزمية. حطيت شوية زعفران علشان يعني يعطي طعم. الزعفران طبعا يعطي نكهة. وأنا يا بنات هنا بخليها تغلي، القهوة لازم تغلي. ونصيحة، القهوة السعودية لازم يا بنات تطبخ على النار مدة تقريبا 7 دقائق، يعني تركيها تقريبا 7 دقائق على النار، تطبخ مع نفسها على نار هادية. الحين والقهوة كذا قاعدة تطبخ، تعالوا معاي خلونا نقلي. أبقلي معاكم الحين من المفرزنات، وبقولكم تجربتي مع المفرزنات اللي سويتها معاكم. حطيت الطنجرة حقتي وصبيت الزيت، طبعا الزيت نظيف. شوفوا أول حاجة جربتها أبغى أجربها معاكم اللي هي أصابع سويتس بالتمر. طبعا ما معكم علاقة فيها، أنا قاعد أعبي تمر هنا، بس بجرب معاكم. تذكرون فرزنا مع بعض ترند الانستغرام أصابع السويتس بالتمر؟ يقول لي أبو سارة كل مرة سوينا الحلا هذا، طلع عجيب عجيب عجيب. تخيلوا وأنا قاعدة أشتغل قبل ما يذوق أبو سارة بأي شيء، أقول في نفسي الله يعطيني ألف عافية إني فرزنت. شوفوا يا بنات، شفتوا دخل علي رمضان وأنا ماني والدة خلاص. شوفوا فائدة المفرزنات كيف فادتني. عندي لحم وعندي دجاج وعندي كمان حلويات، بس مسكت وقليت ما نحست نهائيا. تمام كذا. شوفوا أبدأ الحين أحط أصابع الجبنة هذه يا بنات سويتس، أنا قصيتها نصين، يعني تقسمين حبة السويتس 2 بشكل هرمي، تحطين قطعة تمر، معجون تمر، وقطعة جبن مربعات، ولفيتها معاكم. شوفوا يا بنات الجبنة ما طلعت من الأطراف. اللي كانوا يقولون لي طب شلون الجبنة بتطلع، ما راح تطلع يا بنات. أول شيء هي متفرزنة، والشيء الثاني الجبنة المربعات أنا طبعا هنا كنت مستخدمة كيري. بتقولوا لي يا مسارة عشان المقاطعة، قلت لكم وقتها إنه زوجي اللي جاب لي. تمام. حطي جبنة مربعات، عندك المراعي إذا تبين عادي، موجود شركات كثيرة وبدائل علشان المربعات، جبنة المربعات يعني. شوفوا ما طلعت ولا فتفوتة جبن، وما شاء الله نكهة كانت للراس. أنا أول مرة كنت أجربها برمضان كمفرزنات وبعتمدها، لأن فيها تمر، وعندي أبو سارة من عشاق التمر، فما بالكم تمر وجبنة. المكس كان خرافي، والمكس كان عجيب عجيب من قلب. وهذا الكمية الثانية. شفتوا يا بنات فائدة التفريز يا شيخات؟ قسم بالله العظيم اللي ما فرزنت نصيحة أعيد النظر بالرمضان الجاي، أعيد النظر. والله إني حمدت الله إني فرزنت، قسم بالله اني بس فكيت الفريزر محتارة ما ادري وش اخذ. كل شيء عندي بالفريزر، عندي مطبق، عندي سبرينج رول، عندي توست، عندي جبنة ب3 نكهات، عندي حشوة البيتزا. بس افتح الفريزر بختار حلويات، القيمات بالشعيرية، القيمات عادية، اصابع السويتس، اشياء كثيرة كنت مفرزنتها. فوقفت قدام الفريزر، حتى البصل، حتى البندورة، كل شيء متقطع عندي. فواحدة مثلي كذا شوفوا بشهرها الأخير وحامل وما باقي شيء على ولادتها، أقل من 4 أيام. فشوفوا سبحان الله كيف المفرزنات فادتني.
وشوفوا اللون ما شاء الله كيف طلع، وطلعت يا بنات فظيعة فظيعة فظيعة. شايفات القهوة ورا قاعدة تطبخ ما شاء الله. بخلي لكم رابط متجرها تحت في صندوق الوصف، وأول كومنت مثبت بنات على ضماني خذوا من قهوتها. بتدعوا لي والله، بتدعوا لي، نكهتها مميزة. شفت القهوة اللي تشترينها من برا تقولوا وش يحطون معاها؟ هذه قهوتها كذا. شايفات اللون كيف أشقر كمان بالقهوة وكمان بالسويتس. يلا هذا الحلا والقهوة جاهز، ولا أخذ مني وقت، وزينت لعائلتي سفرة من أبدع ما يمكن. شوفوا خلاص الحين تعالوا معاي خلونا نصب القهوة. طبعا أنا حطيت بالزمزمية صراحة تكت زعفران. خلاص كذا ما شاء الله تبارك الرحمن. والله أبو سارة على الفطور كان يمكن تقريبا نص صحن الحلويات مع القهوة. قال لي أول مرة أحب حلويات كذا يعني. شوف اللون، لونها بدون الزعفران حلو أشقر. اللي تبي اللون ستاندر الأشقر الطبيعي لا تحطين معاها شيء. نكهة الزعفران بقهوتها واضحة تمام، بس أنا حطيت الإضافة عشان اللون. فهميني بنات؟ خلاص غطيتها ويا سلام. هذه قهوتي صارت جاهزة وهذا حلاي. تعالوا يلا خلونا نكمل نسوي حلا مع بعض. ايش تبين تسوين يا أم سارة؟ شوفوا هنا بالوصفة اللي كانوا حاطينها بالسويتس تحطين شوية سكر. لا تخافين ترى التمر ما راح يطغى. شوية سكر لا تكثرين، شوية سكر بدون طحن ما راح يبين ترى. وكمان راح احط شوية قرفة. شايفات؟ بتقولون القرفة ما هي زينة يا بنات الحامل، أحسن خلوني أولد. خلاص عاد. وصلت الحلقة الأخيرة. جيت هنا حطيت السويتس وبديت كذا أقلبه. وين بديت أقلبه كذا بالسكر وأقلبه بالقرفة. شوفوا كيف ارتحت. لو جاني ضيف لو جاني أحد أنا بعتمدها خلاص. يعني بصير أسوي حلويات عندي برمضان وغير برمضان وأحطها بالفريزر. جاني أحد جاني ضيف على غفلة يكون فريزر مليان بالخيرات. بس هذا الحلا لا، من جد من جد يا بنات جربوه. ارجعوا للفيديوهات اللي فاتت بتلقونه أنا عملته معاكم. جبت هذا الصحن وبدأت كذا أوزع فيه الحلويات. طبعا الصحن هذا اللي كانوا متابعات معاي كويس يعني، وفيات متابعات وفيات، اكتبوا لي بالتعليقات من وين خذيته. يلا بأي فيديو أبغى أشوف. اللي يكتبون لي أحبكم من أعماق قلبي. إي والله العظيم أدري إنكم متابعات مخلصات لي. الله يسعدكم يا رب والله يحفظكم. يعني أفرح لما وحدة تقول لي يا مسارة هذا كان بالفيديو الفلاني، أدري إنها ما تفوت فيديو لي. الله يسعدكم يا رب، الله يحفظكم والله يرعاكم جميعا. شوفوا وزعت كذا أصابع السويتس. الصحن هذا خدمني. الحلو فيه تحت صحن وفوق تحطين التغميسة اللي انت حبتها. فيك تحطين حليب مكثف محلى، تحطين معاه جبن. بس أنا اليوم ما عندي حليب مكثف محلى عادي. بتصرف يعني. بوريكم أنا وش أسوي. هنا عندي أنا جبنة كريمية جربوها وقت الزنقات حلوة وبتنفع. عندي جبنة لونة السايلة العادية بحط عليها يا بنات ملعقتين صغيرات قشطة. هذه ملعقة قشطة عادية، قشطة الحلويات العادية. فيكي كمان إذا تبينها أخف، يعني البعض يحطون سكر. لاحظوا إني ما حطيت سكر، اكتفيت أنا بالجبنة واكتفيت بالقشطة. خلاص ليش؟ لأن أصلا التغليفة حقت السويتس فيها سكر وفي جوا فيه تمر، فلا لا تحطين انتي. نصيحة لا تسوين الترند اللي كان نازل أتوقع إنهم حاطين حليب مكثف وقشطة. لا أي بنات حطوا جبنة سايلة زي ما أنا سويت وحطوا قشطة ألذ وأحسن. خلاص خلصنا من الحلا وجينا الحين وين؟ جينا الحين للسمبوسة نبغى نقليها. بديت كذا أسقط سمبوسة اللحم. هذه من السمبوسة يا بناتي أنا كنت مفرزنتها. شوفوا يا بنات وقت الزنقات وقت الزنقات تنفك الأزمات. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. تخيلوا أني أنا الحين ماني مفرزة، بيضطر زوجي يجيب من المطعم لأني أكيد ما راح أقدر أوقف الوقت الطويل بالمطبخ. وأنا والله العظيم ظهري يا بنات يا لله شايلني خلاص كذا. فحطيت السمبوسة وبديت كذا أقلبها بالزيت علشان تاخذ لون أشقر. في بنات تسألوني عن بقية الزيت أم سارة وش تسوين فيه. شوفوا بنات أنا من الناس اللي ما أحب أحط مصفاية الزيت بالفرن، عشان أكون صادقة معاكم. ما أحب أخصص مقلاية مخصصة للزيت للقلي. عادي بأي طنجرة أنا أقلي ما عندي إشكالية، وأصلا القلي بالقلاية الهوائية أفضل. بس قلت لكم الوقت ما عاد يسعفني. القلاية الهوائية يبغى لها وقت، والوقت صراحة داهمني. وبرضو أبغى أقلي حبات الجبن والتمر. فقلت خلاص من مرة أنا طلعت حقة الزيت وطلعت الزيت وخلوني أقلي. سويت العصير كذا تمام. شلت أول دفعة من السمبوسة
وبديت كذا اقلب العصير. هذا مو بتانج يا بنات، هذا نوع ثاني اسمه فروتز اتوقع، بس بالمرة لذيذ حيل حلو. خلاص الحين تعالوا معاي خلونا نحط السمبوسة. صف السمبوسة بالصحن، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا لونها. ورأيي في سمبوسة رقائق زاد، سمبوسة زاد هي أفضل رقائق أنا جربتها، عشان أكون صادقة معاكم. أفضل رقائق أنا جربتها حقت العثيم اللي هي رقائق زاد، بالمرة يا بنات عجبتني. ليش؟ اللون يعطيكم تقريبا لون موحد تمام. والشيء الثاني تقرمش، حتى لما قعدت فترة كذا ما لانت، تمت تقرمش. بعضهم لا، بعد ما يقعدون فترة يلونون، هذه لا يا بنات. تخيلوا الحين أنا قاعدة منتج الفيديو عندكم الساعة تقريبا 8:30. تخيلوا يا بنات 8:30 وفيها قرشتها، متخيلات؟ الحين جيت كذا شوفوا، حطيت الشوفان. فيكم تذوبون الشوفان أول بشوية مي، بس عادي أنا خليته يطبخ تقريبا شغلت كذا 3 ساعة. فتحت الطنجرة إلا هو ذايب. شوفوا ما شاء الله. حط الشوفان يا بنات بالنظر، أنت عادي السمك اللي أنت حابتيه. وتزينون الملح، خلاص تضبطين الملح. وبحط الحين من البهارات حقت البنت اللي أرسلت لي إياه، الله يا رب يسعدها والله يا رب يكثر خيرها. من جد من جد بهاراتها للراس للراس. الحين تشوفون لون البهارات حقتها حيل أعجبتني ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص الحين هذا هذه الشوربة الشوفان حقتي. فيكم تحطون معاها شوية شعيرية إذا تبغون، بس أنا ما حطيت. الحين أبغى ملح، بحط يا بنات شوية ملح. لا تقولون كثرت يا مسار، أنا كنت حاطة ماجي. والملح أنتم عارفين الملح البحري يكون ملوحته أقل من الملح العادي، الملح المكرر. فزبطت الملح كذا. والحين تعالوا خلونا نحط من بهارات اللي هي أرسلتها لي، الله يسعدها يا رب. من جد بهاراتها للراس. قلت أبغى أجرب وأشوف يعني. والله كنت ناوي إذا البهارات ما عجبتني إني ما أثني عليها ولا أتكلم، ما أقولكم هي زينة ولا ما هي زينة يعني. خلاص كذا بحط شوية. أنا ما حطيت أصلا بالشوربة حقتي، ما أحب صراحة البربسة بالشوربة. حطيت بس ماجي وفلفل أسود وملح. ماجي اللي هو سناد، مش ماجي شركة ماجي، لا، مكعبات سناد وفلفل وملح. وحطيت شوية من البهارات هذه واللوم الكامل بس. ما شاء الله ريحتها يا بنات فاحت. شوف الثقل ما شاء الله تبارك الرحمن. بتثقل شوية بعد لاني بغطيها وعلى نار هادية بتركها لاني بيكون باقي على الأذان تقريبا 5 دقايق، وبعدين بغرف وأقدمها. فيك تقدمين تحطين فوق رشة لومي إذا تبين، أو إذا عندك شعيرية ترشين معاها شوي، تكبين معاها شوي، واللي أنت حابتي. وهذا كان فطوري لليوم ما شاء الله تبارك الرحمن. حياكم الله على فطورنا، فطور خفيف ولطيف وظريف. الله يا رب يطعم كل فقراء الأرض، والله يا رب كذا يعينهم، والله يا رب كذا يوحد كلمتهم ويطعم جائعهم إن شاء الله. إذا حبيت الفيديو لايك صغير، وطقي عندي اشتراك بالقناة. رب اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. هذه الجزئية من فيديو بكرة بإذن الله تعالى. نزلنا كذا نبغى نجيب حلويات لأولاده، خليكم قريبات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة. مع السلامة. يرقل لهم أحبكم. أحبكم. استودعناكم الله رب العالمين.